تذكروا يا حلوين تكلمنا قبل فترة عن زيارة المعرض سيما شو عام 2016، وشوف فيها محركات صغيرة قد كذا، تمام؟ وظيفتها انها تشحن لك البطاريات، يعني تطلع هاي ار بي ام وما تصرف بنزين ابدا، تمام؟ او ما تصرف طاقة ابدا. وظيفتها تشحن البطاريات. دحين ما شاء الله تبارك الله مازدا سوت هذه التقنية في سيارات السبور الجديدة. طيب يا شباب، ايش الفائدة من الموضوع ده؟ الفائدة من الموضوع هذا يا شباب انه بدل ما سيارتك تمشيك 500 كيلو حتصير تمشيك 800 900 1000 1200 ممكن 1500 كيلو. وكمان في ميزه اضافيه، لنفرض انه البطاريات خلصت عليك مثلا كنت ماشي داعس بالسياره وتسابق وتفحط، تمام؟ وفجاه البطاريات خلصت، عندك محرك في السياره بالوقود، ايش حيسوي؟ حيشحن البطاريات عشان ما تقطع. فهو يعتبر رينج اكستندر. ايش يعني رينج اكستندر؟ يعني انه يزيد لك الكفاءه، يزيد لك بدل ما تمشي 500 تصير تمشي 800. طيب يا حلوين، ايش التوقعات للمستقبل؟ انا توقعاتي الشخصيه للمستقبل حيصير عندنا كمان خدمات اضافيه. حتيجي مثلا تروح عند اصحابك الاستراحه، تروح مطعم، تروح اي مكان، تكون مشترك في خدمه في التطبيق، تمام؟ تيجي سياره تشحن لك سيارتك، تيجي تشحن لك سيارتك وانت قاعد تاكل، انت قاعد تتعشى، انت قاعد عند اصحابك، انت قاعد تلعب بلاي ستيشن، انت قاعد في القهوه تشيش. حتيجي سياره من برا تيجي تشحن لك سيارتك وتيجي ماشيه. كيف؟ الخدمات هذه يا شباب انا توقعاتي الشخصيه كده، شوف المستقبل حتصير الخدمات هذه.